في الفيديو ده هحل معاكم امتحان الدور الأول بتاع السنة اللي فاتت دفعتي. الامتحان ده نقصت فيه درجة واحدة، فيلا بينا. To make the exhibits easily accessible to visitors from all over the world, the museum launched a website. بيقولك علشان تكون الexhibits اللي هي المعروضات متاحة للزوار من كل أنحاء العالم، the museum launched المتحف أطلق ويب سايت الموقع ده بقى ماله؟ أول حاجة multilingual، يعني متعدد اللغات، يعني تقدر مثلا تخلي المحتوى اللي فيه بالعربي بالإنجليزي بالصيني بالأسباني أيا يكن يعني. دي الإجابة الصح، لأنه بيقولك زوار من جميع أنحاء العالم، يعني بيتكلموا لغات مختلفة. طيب بالنسبة للبي اللي هي multinational، يعني متعدد الجنسيات. ومفيش حاجة أصلا اسمها موقع متعدد الجنسيات، هو مش شخص عشان نصفه بأنه متعدد الجنسيات. multicultural يعني متعدد الثقافات. في ناس ممكن تقول ان الإجابة دي صح. طيب لو هو موقع متعدد الثقافات، يعني بيعرض حاجات مثلا من الثقافة المصرية الأمريكية الصينية، ولكن هو بلغة واحدة، ولتكن اللغة العربية، فأهل اللغة دي بس هم اللي هيفهموه، فبالتالي هو غير متاح للزوار من جميع أنحاء العالم. آخر واحدة اللي هي multilateral معناها متعدد الجوانب، وده ملوش علاقة بالسؤال أصلا. To develop a new idea we have to, which means we need to try different ways than the traditional ones. عشان نطور فكرة جديدة we have to لازم نعمل الحاجة اللي هنعملها دي، معناها إننا نجرب طرق مختلفة غير اللي احنا معتادين عليها. اختيار اللي هو spill the beans ده معناه إنك تقول اللي عندك، يعني أنت مثلا عارف شوية معلومات فصاحبك بيقولك spill the beans، عندك إيه؟ فدي غلط. B اللي هي hit the books معناها إنك تذاكر، فدي برضو غلط. think outside the box دي الإجابة الصح، إنك تفكر بره الصندوق، وده معناه إنك تجرب طرق مختلفة غير ال traditional ones اللي أنت متعود عليهم. hold your horses دي معناها إنك تهدى على نفسك كده، معناها يعني تنتظر، فبرضو غلط. there is no need to buy oil now we still have، بيقولك إحنا مش محتاجين نشتري زيت دلوقتي، إحنا لسه عندنا، فده معناه إن هو هيكفيهم. طيب أولا الزيت لا يعد، فإحنا هنلغي few و a few اللي هو الاختيار الأول والأخير. طيب دلوقتي في عندنا little و a little، طبعا هناخد C لأن a little معناها قليل ويكفي، وهو بيقولك الزيت مكفينا مش محتاجين نشتري دلوقتي. once he home he will finish his homework، بيقولك بمجرد ما يكون في البيت هيخلص الواجب بتاعه. طبعا he will فده مستقبل، فاحنا هنشيل الاختيار الأخير اللي هو reached لأنه ده في الماضي، وهنشيل الاختيار B اللي هو had reached لأنه في الماضي التاني. هيتبقى عندنا reach و has reached. طبعا he اللي في السؤال دي اللي هي once he he ما بتاخدش الفعل في المصدر، فreach غلط، ما بقاش عندنا غير الاختيار الأول. والمفروض برضو إننا حافظين التركيبة دي اللي هي once و will بتاخد يا إما مضارع بسيط يا إما مضارع تام. It is a good thought but it'll be a difficult thing to implement. The synonym of the underlined word implement is، بيقولك هي فكرة حلوة بس من الصعب إننا نطبقها. implement يعني يطبق، هو عايز بقى معنى مرادف لكلمة implement. أول حاجة innovate يعني يبتكر، فلأ. improve يحسن، برضو لأ. apply دي معناها يطبق زيها زي implement، فدي الإجابة الصح. distinguish يعني يميز، فغلط. is a particular position higher or lower than others، بيقولك هو منصب معين أعلى أو أقل من الناس التانية. bias دي الانحياز أو التحيز يعني، فده مش منصب فغلط. destination يعني الوجهة اللي انت رايح لها، فده مش منصب فغلط. location يعني موقع، بس موقع جغرافي مثلا، فغلط برضه. مبقاش عندنا غير rank اللي معناها رتبة، فدي الإجابة الصح. His successful story inspired a lot of readers. The antonym of the underlined word inspired is، بيقولك قصة نجاحه inspired يعني ألهمت الكثير من القراء. عاوز بقى عكس inspired. أولا هنشيل الاختيار الثالث والرابع لأنهم بنفس معنى inspired. motivated يعني حفزة، و encouraged يعني شجع، فالاتنين نفس المعنى بتاع inspired.
واحنا عاوزين العكس مش المرادف. بكده فاضل أول اختيار اللي هو broke down، ودي لها كذا معنى. ممكن يكون معناها إن حاجة اتعطلت، زي ما أقول مثلا my car broke down، يعني عربيتي اتعطلت. أو ممكن يكون معناها إن في شخص انهار، مثلا لما أقول she broke down in tears، يعني هي انهارت في البكاء. أو ممكن يكون معناها إنك بتوضح لحد حاجة بتشرحها له يعني. مثلا لما أقول let me break it down for you، يعني خليني أشرحها لك. فالإجابة دي غلط. دلوقتي عندنا الإجابة التانية بس اللي هي put off، وهي عكس inspired، معناها إنك تفصل حد إنه يعمل حاجة، إنك عكس يشجع يعني. It is not easy for Rahab to powerlifting with being a mother to her young daughter. بيقولك من الصعب على رحاب إن هي powerlifting اللي هي رفع الأثقال with being a mother to her young daughter، وفي نفس الوقت هي أم لطفلة صغيرة، فهي ما تقدرش تجمع الحاجتين دول مع بعض. فأول حاجة lose غلط لأن معناها يخسر. steer غلط برضو، معناها القيادة مثلا. blind ده حد أعمى كفيف، فلا. combine أيوة صح، معناها إن هي تدمج الحاجتين دول، فهي مش قادرة تدمجهم، فالإجابة الأخيرة هي الصح. The new player failed to an immediate impression on the team. بيقولك اللاعب الجديد فشل إنه إيه، انطباع على الفريق. طبعا ده مصطلح المفروض إن انتوا حافظينه، make an impression، فالإجابة الصح هي الأخيرة. He asked me so many questions to which I couldn't answer. هو سألني أسئلة كتيرة ما قدرتش أجاوب عليها. هنا احنا عاوزين صفة نصف بيها الأسئلة دي. أول اختيار confused، يعني محتار. هل ينفع نصف الأسئلة إنها أسئلة محتارة؟ لأ، فالإجابة الأولى غلط. الإجابة التانية confusing معناها محير، نقدر نقول أسئلة محيرة، فالإجابة B صح. confusion التالتة دي الحيرة نفسها، واحنا قلنا عاوزين adjective مش noun. والاختيار الأخير confuses ده verb، واحنا برضو عاوزين adjective، فالإجابة الأخيرة غلط. I suggest that he another place to set up his new project. احنا عارفين ان التركيبة بتاعت suggest that بيجي بعدها الفعل في المصدر، فالإجابة الصح هي find. طيب ليه الإجابات التانية غلط؟ الإجابة الأولى والأخيرة غلط لأنك بتقول I suggest، يعني أنت بتقترح حاجة لسه هتحصل. فهات found دي في الماضي التام، فده معنى إنها حاجة حصلت، فغلط. في الاختيار الأخير has found ده مضارع تام، معناه برضو إنها حاجة حصلت وتأثيرها لسه موجود، فالإجابة دي غلط. والإجابة B غلط، مع إن عندنا he المفروض تاخد finds، بس في التركيبة دي اللي هي suggest that أو recommend that بناخد الفعل في المصدر اللي هو C. The shop assured me that the freezer the next day. المحل أكد لي إن الفريزر بكرة. طيب الاختيار A would deliver هيوصل، لأ، هو الفريزر هنا مش فاعل. would be delivering أو will deliver برضو فيما معناه إن الفريزر هنا فاعل، وهو مش فاعل، ما ينفعش الفريزر هو اللي يوصل، هو الفريزر هيتم توصيله. فالإجابة الصح دي would be delivered، مبني للمجهول. You can give examples and provide details in the when you write an essay. ممكن تدي أمثلة وتزود معلومات، تفاصيل يعني details، فين في المقال؟ last paragraph اللي هو ال concluding paragraph، طبعا لأ، يبقى A و C غلط. supporting paragraphs صح، اللي هي ال body paragraphs دي اللي بتتكلم فيها بتفاصيل بقى وأمثلة والكلام ده. طيب الاختيار دي اللي هو introductory paragraph برضو غلط، لأنك في المقدمة ما بتحطش أمثلة وما بتتكلمش بالتفصيل، لا أنت بس بتدي فكرة عن الموضوع. For me, aspect of the conference was the decision to concentrate on environmental issues. بيقولك بالنسبة لي الجانب المعين في المؤتمر كان القرار على التركيز على المشاكل البيئية. الإجابة A the most encouraging، أهم جانب أو يعني الجانب الأكثر تشجيعا في المؤتمر، هنا تنفع. فالإجابة الصح هي the most encouraging. When a fire alarm goes off, you know it. The sound alerts you to danger. بيقولك لما يكون في إنذار للحرائق أنت بتعرف، لأن صوت الإنذار بينبهك للخطر. What if you were deaf؟ طيب هتعمل إيه لو كنت أصم؟
ما بتسمعش. How would you know if an alarm went off or if someone knocked on your door؟ هتعرف ازاي لو في انذار او لو في حد بيخبط على باب بيتك. If you took a walk and strolled across a busy street, you wouldn't hear if a car peeped at you. لو اتمشيت في طريق مزدحم مش هتسمع العربيات وهي بتزمر. A signal dog could help you with all these things. ممكن بقى signal dog يساعدك في الحاجات دي كلها. Signal dogs are also called hearing ear dogs. ابتدي يعرفك ايه هي ال signal dogs وبيقولك ان ليهم اسم تاني وهو hearing ear dogs. They help people who are deaf by acting as their owner's ears. بيقولك بيساعدوا الناس اللي عندهم مشاكل في السمع عن طريق انهم يشتغلوا مكان ودانهم. They know what to do when they hear certain sounds. هم عارفين يعملوا ايه لما يسمعوا اصوات معينة. These dogs can learn up to 8 sounds including sounds from sirens, doorbells, and crying babies. نوعية الكلاب دي ممكن تتعلم من 1 ل8 أصوات. من ضمن الأصوات دي أصوات السرينة، أصوات جرس الباب، وأصوات الأطفال اللي بتعيط. Babies cry at night for many reasons. بيقولك الأطفال بيعيطوا بالليل لأسباب كتير. They might be hungry, lonely, or wet. ممكن يكونوا جعانين، يشعرون بالوحدة، أو مبلولين. When they cry, لما بيعيطوا, the sound is pitiful. صوت عياطهم بيكون مثير للشفقة. Even extremely sleepy parents will wake up quickly to help. حتى الأبوين اللي غرقانين في النوم هيصحوا عشان يساعدوا. What if a mom and dad are deaf؟ طيب لو الأب والأم عندهم مشاكل في السمع. That's when a signal dog can help. في الحالة دي ال signal dog بيساعد. The dog can quickly wake his owner. الكلب ده هيصحي صاحبه. He might nudge him with his nose. ممكن يخبطه بمناخيره. Or pull at his night clothes. أو يشد من هدومه. When his owner wakes up, the dog runs to the baby. لما صاحبه يصحى الكلب هيجري على الطفل. The dog may crouch down near the crib. وهيقعد جنب السرير الصغير بتاع الطفل ده. If his owner doesn't follow, لو صاحبه مراحش وراه, the dog will run back and forth until his owner takes action. الكلب هيفضل يروح ويجي من عند صاحبه للطفل اللي بيعيط لعند ما صاحبه يفهم ويتحرك. A signal dog does different things for each sound it knows. بيقولك نوعية الكلاب دي بتعمل حاجات مختلفة لكل صوت. There is no official kind of hearing ear dog. مفيش نوع رسمي للكلاب دي. Many sizes and breeds can be trained. العديد من الأحجام والسلالات ممكن تتدرب علشان تبقى signal dogs. Some dogs are short and fluffy. بعضهم بيكون قصير وتخين. Others are tall, thin and sleek. وفي كلاب تانية من النوعية دي بتكون طويلة ورفيعة. They may not all move with beauty and grace, but all signal dogs are smart. بيقولك مش كلهم شرط يكون شكلهم حلو يعني، بس كلهم أذكياء. Large dogs are better in public places because they won't get stepped on. بيقولك الكلاب الكبيرة أفضل في الأماكن العامة عشان محدش هيدوس عليهم. Small dogs, however, can jump in your lap, which is funny. بيقولك بقى من الناحية التانية الكلاب الصغيرة بتقعد بقى تلعب معاهم وكده. Signal dogs are more than just ears for their owners. They're also friends. بيقولك ال signal dogs مش مجرد ودان لأصحابهم، هم كمان أصدقائهم. According to the passage, hearing ear dogs can help prevent. بيقولك بالنسبة للقطعة نوعية الكلاب دي ممكن تمنع ايه؟ Lots of accidents. الكثير من الحوادث. الإجابة دي صح. If a signal dog hears the sound of a burglar alarm, it'll probably. بيقولك لو نوعية الكلاب دي سمعت انذار اللص يعني في حرامي داخل البيت هيعملوا ايه؟ Make the owner aware of a burglar's existence. هيعرفوا الاونر بتاعهم ان في حرامي. الإجابة دي صح. Unlike other dogs, signal dogs are trained too. بيقولك على عكس باقي الكلاب نوعية الكلاب دي اللي هي signal dogs متدربة على ايه؟ Support the needs of hearing impaired people. يساعدوا الناس اللي عندهم مشاكل في السمع. الإجابة الأخيرة هي الصح. The passage urges us to. بيقولك القطعة دي بتحثنا على ايه؟ Give due care to training signal dogs for the disabled. إننا نهتم بتدريب الكلاب دي للناس اللي عندهم مشاكل. الإجابة C هي الصح. The suitable title for the passage is. بيقولك العنوان المناسب للقطعة دي ايه؟
guiding dogs الكلاب المرشدة أو اللي بتساعد الناس الإجابة الأخيرة هي الصح. If the owner doesn't hear his crying baby the dog will. لو صاحب الكلب ما سمعش صوت الطفل وهو بيعيط الكلب هيعمل ايه؟ grab him from his clothes هيشده من هدومه. الإجابة الأخيرة هي الصح. The sentence that summarizes the third paragraph is. بيقول لك الجملة اللي بتلخص الباراجراف الثالث. طيب هو الباراجراف الثالث ده اللي بيتكلم عن الطفل مثلا لو بيعيط بالليل الكلب هيعمل ايه عشان يساعد صاحبه والكلام ده كله. A signal dog can help a deaf parent with his crying baby. C صح. انه نوعية الكلاب دي هتساعد الأب الأصم ان هو يعرف ان الطفل بتاعه بيعيط. According to the passage all kinds of dogs بيقول لك بالنسبة للقطعة كل أنواع الكلاب can attack your lap ممكن تهجم عليك لأ can work as signal dogs صح. الإجابة B هي الصح لأنه فوق كان بيقول there is no official kind of hearing ear dog مفيش نوع رسمي للكلاب دي. انت ممكن تدرب أي سلالة أو أي حجم من الكلاب. Mazen was a naughty little boy who loved to play tricks on his family. بيقول لك مازن ده كان واد صغير كده وشقي وبيحب يعمل مقالب في عيلته. One day في يوم ما he decided to play a trick on his older sister هدى. في يوم من الأيام قرر بقى يعمل مقلب في أخته الكبيرة هدى. He stole one of her shoes and hid it somewhere in the house. سرق فردة من الكوتش بتاعها أو الجزمة بتاعتها وخباها في مكان ما في البيت. هدى was not amused. هدى ما كانتش مبسوطة بالكلام ده. She searched high and low for her missing shoe. دورت في كل حتة على الجزمة بتاعتها. But found it nowhere وما لقيتهاش. Mazen giggled with delight. أخوها بقى مازن قعد يضحك عليها. But his laughter turned to panic when he realized he couldn't remember where he had hidden the shoe. بس الضحك بتاعه ده بقى قلب لبانيك لصدمة لما اكتشف ان هو مبقاش فاكر هو خبى الجزمة دي فين. As the days passed وبمرور الأيام the family grew increasingly frustrated with Mazen's tricks. عيلته بقى اتضايقت منه والمقالب اللي بيعملها. هدى started wearing mismatched shoes to school. أخت هدى بدأت تلبس جزم مش شبه بعض وهي رايحة للمدرسة. And their parents threatened to ground Mazen if he didn't find the missing shoe soon. والأبوين بقى هددوه إنهم هيعاقبوه لو ملقاش الجزمة قريب. Desperate for a solution. Desperate دي بقى اللي هو يائس بقى مش لاقي حل. Mazen enlisted the help of his best friend. طلب العون من صديقه المقرب ماهر. Who used his special technique of search. اللي استخدموا بقى التكنيك بتاعه في البحث. Together مع بعض they retraced Mazen's steps and searched every nook and cranny of the house. راجعوا بقى خطوات مازن كلها ودوروا في كل حتة في البيت. But still the shoe was nowhere to be found. بس ملقوش برضو الجزمة في أي مكان في البيت. Just when all hope seemed lost. في اللحظة اللي خلاص بقى انقطع الأمل فقدوا الأمل إنهم يلاقوا الجزمة. Mazen's dog الكلب بتاع مازن اللي اسمه روي came leaping into the room with something in his mouth. دخل الأوضة وفي حاجة في بقه. It was Huda's missing shoe. وكانت جزمة هدى. Mazen and Maher cheered with delight. مازن وماهر اللي هو صاحبه فرحوا. And the family breathed a sigh of relief. والعيلة بقى خلاص يعني ارتاحت هي كمان وانبسطوا. However, their joy was short-lived. بس فرحتهم ما طالتش as Huda slipped on her shoe. لأن هدى اتزحلقت وهي لابسة الجزمة بتاعتها. She realized that Roy had chewed a huge hole in the shoe. ليه؟ لأن الكلب روي قطع حتة كبيرة أوي من الجزمة. Mazen hung his head in shame. مازن بقى كان خجول بقى من نفسه اللي هو عمله يعني. But then he started to giggle. بس بدأ يضحك. Looks like you'll need to wear two mismatched shoes now, sis. He teased. بيقول لاخته بقى ايه بيضايقها بيقول لها واضح انك هتفضلي بقى تلبسي جزم مش شبه بعض. Huda rolled her eyes.
عملت عينيها لفوق كده متضايقة بقى. but couldn't help but laugh. بس ما قدرتش تمسك نفسها وضحكت. despite the confusion and frustration. على الرغم من الانزعاج اللي العيلة كانت فيه. the family had come together to solve the case of the missing shoe. العيلة اتجمعت عشان يحلوا مشكلة the case of the missing shoe. مشكلة الجزمة اللي اتضيع دي. The suitable title for this story is. بيقول لك العنوان المناسب للقصة دي ايه؟ طبعا الإجابة الصح هي الإجابة الأخيرة، بس هي بس ناقصها كلمة boy. A troublesome boy. يعني ولد مسبب للمشاكل. When Huda couldn't find her shoe, she had to. بيقول لك لما هدى ما لقيتش الجزمة بتاعتها اضطرت تعمل ايه؟ الإجابة الصح هي الإجابة الأولى. Go to school with unpaired shoes. إنها تروح المدرسة بجزم غير متشابهة. The sentence that summarizes the second paragraph is. طيب ال second paragraph ده كان بيتكلم إنه أخته بقى بدأت تلبس جزم غير متشابهة، وإن هو جاب صاحبه ماهر علشان يساعده وما لقوش الجزمة. صح هي الإجابة C. The parents' threats pushed Mazen to settle the problem but in vain. إنه تهديدات الأبوين إن هما يعاقبوا مازن خلته يحاول يحل المشكلة، بس برضه معرفش يلاقي الجزمة. If it weren't for Roy. روي ده اللي هو الكلب، فبيقول لك هنا لو ما كانش روي. طبعا روي هو اللي رجع الجزمة، فالإجابة الصح هي B. If it weren't for Roy, the case of the missing shoe wouldn't be solved. مشكلة الجزمة الضايعة دي ما كانتش هتتحل. Mazen hung his head in shame on finding the missing shoe because he. بيقول لك مازن كان خجلان من نفسه ليه لما لقى الجزمة. الإجابة الصح هي الإجابة الأخيرة. He felt regretful for what he caused to his sister. لأنه ندم على اللي هو عمله لأخته. مازن may have hidden the shoe in. من أحداث القصة كده مازن ممكن يكون خبى الجزمة فين. الإجابة الصح هي C. The dog's house. في بيت الكلب، لأن الكلب هو اللي لقاها وجابها. Unexpectedly, هدى after finding a hole in her shoe. بيقول لك على عكس المتوقع، هدى عملت ايه لما لقت ان الجزمة بتاعتها مقطوعة، ان الكلب اكل منها حتة. الإجابة الصح هي B. burst into laugh. بدأت انها تضحك. The story provides a valuable lesson about responsibility, showing children that. بيقول لك الستوري دي بتقدم لنا درس عن المسؤولية. ايه هو بقى؟ الإجابة الصح هي الإجابة الأولى. Even when they make mistakes, they should always take steps to put things right. الأطفال لما يعملوا أخطاء لازم برضو ياخدوا خطوات علشان يحلوا المشاكل اللي هم عملوها. Mirage is a kind of optical illusion that deceives the eye. This happens when water appears to be existing on the horizon in open places, but it is not reality. ألف السراب هو نوع من ضعف البصر، بس وقف عندك. وبيقول لك optical illusion يعني وهم بصري مش ضعف بصري، فبالتالي ألف غلط. باء السراب هو نوع من الوهم البصري اللي بيخدع العين، لحد هنا تمام. ويحدث عندما تختفي المياه. تختفي؟ لا، هو بيقول لك this happens when water appears يعني يظهر مش يختفي. باء غلط. جيم السراب هو نوع من ضعف البصر، قلنا ضعف البصر دي غلط، فجيم برضو غلط. كده ده اللي هي الصح وهي الوحيدة اللي باقية. السراب هو نوع من الوهم البصري، تمام، اللي بيخدع العين، وهذا يحدث عندما تبدو المياه وكأنها موجودة في الأفق في الأماكن المفتوحة، ولكنها ليست كذلك في الواقع. تمام، دي ترجمة سليمة. Celebrities find it hard to stop interference in their private affairs. They suffer from spinning news about their personal life and spreading rumors about them. ألف بيقول لك يجد المشاهير إن من الصعب منع التدخل في شؤونهم الخاصة. تمام، صح. فإنهم يعانون من تزييف أخبار عن حياتهم الشخصية. برضو تمام. ما هو spinning news about their personal life يعني أخبار مزيفة عن حياتهم الشخصية. and spreading rumors about them ونشر الشائعات عن حياتهم. تمام، ألف صح. باء يجد المشاهير أن من الصعب وقف الانبهار بشؤونهم الخاصة. الانبهار لا، هو بيقول لك interference اللي هو التدخل، فباء غلط. طيب جيم يعاني المشاهير من تزيين الإشاعات. هي تزييف مش تزيين، وبرضو ده الغلط عشان نفس الخطأ ده. بيقول لك برضو يعاني المشاهير من تزيين الإشاعات، فألف هي الصح.
تحاول الحكومة استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء كإحدى ركائز التنمية المستدامة، وقد وقعت العديد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة. الاختيارات A و B و C غلط وفيهم خطأ مشترك. هو في الجملة اللي بالعربي بيقولك كإحدى ركائز، كلمة ركائز جمع pillars، وأصلا بالإنجليزي أو بالعربي لما تيجي تقول واحد من لازم يكون واحد من جمع، يعني ما ينفعش نقول واحد من مفرد لأن المفرد هو واحد أصلا. فأنت عندك في الاختيارات A B C بيقولك one of the pillar، جايب كلمة pillar مفرد اللي هي في آخر السطر الأول في الثلاث اختيارات دول، علشان كده الثلاثة غلط. الاختيار الصحيح هو آخر اختيار. The government is trying to explore new horizons for green projects as one of the pillars. شوف جايبها هنا جمع. Of sustainable development. It has signed many agreements to implement new projects in the field of green hydrogen and clean energy. التعليم هو الوسيلة التي يرتقي من خلالها الإنسان ويصل إلى أعلى المراتب. فالعلم هو سلاح هذا الزمان والذي نحارب به الجهل وبه نحقق أحلامنا ونتقدم إلى الأمام. طيب قبل ما نشوف الاختيارات خلينا بس نعرف الأول إن كلمة وسيلة معناها a means بحرف الأس، والجمع منها means، يعني الجمع والمفرد فيهم حرف الأس بس اللي بيفرق الأداة اللي هي حرف ال A means. فعلشان كده الاختيار الأول والاختيار الأخير غلط لأنهم كاتبين the mean مش means. تمام؟ يبقى اللعبة عندنا بقى في B و C. في B بيقول education is the means through which a person raises. طيب هو بيقولك بالعربي يرتقي معناها مش raises، بس خلينا نكمل. and reaches the higher levels. Science is the weapon of this age with which we fight ignorant. ignorant يعني شخص جاهل، وهو بالعربي بيقولك نحارب به الجهل مش شخص جاهل، فبي غلط تماما. يبقى C هي اللي فاضلة وهي الصح. Education is the means through which a person rises، تمام مش raises، and reaches the highest levels. Science is the weapon of this age with which we fight ignorance مش ignorant. Achieve our dreams and move forward. تمام دي ترجمة سليمة وصح.